صباح الخير او مساء الخير يا جماعه، حسب ما انتم بتسمعوني دلوقتي. انا زي ما وعدتكم، اي حاجه بعملها بحس ان هي هتفيدكم. لازم انقلها لكم بكل التفاصيل عشان ان شاء الله تستفيدوا منها. زي ما انا فرحت، ان شاء الله انتوا كمان هتعملوا الزياره ديت للقلعه، وهتحضروا مهرجان القلعه الدولي للموسيقى والغناء رقم 32 لسنه 32. تمام. بتحجزوا التيكت، بلاش يا جماعه تحجزوا عن طريق النت او اي موقع ممكن يحجزها لكم. لا، احجزوها من ورقيه، امسكوها في ايديكم في نفس يوم الحفله الصبح. تمام. عشان في ناس بيحصل لها مشاكل لما تيجي تحجز عن طريق النت او صفحات معينه على الفيسبوك يعني. تمام. انا حجزت من اول البوابه اللي تحت. اوكي. وطبعا اللي بيجي بيعدي على سور مجرى العيون زي ما شفنا في اول التصوير. وبعد كده طبعا ده طريق صلاح سالم اللي عدينا منه من شويه، وطلعنا فوق بعد حجز التذاكر. انا عاجبني جدا التصميم بتاع القلعه نفسها. الناس اللي بتحب المباني الاثريه هتتبسط قوي في المكان ده. في روح حلوه قوي في المكان ده يا جماعه والله. عايزه اقول لكم كل التفاصيل ان شاء الله في الفيديو. خليكم معايا. حجزنا التذاكر من تحت في نفس يوم الحفله. تمام. اليوم دوت كان موجود الفنانه نادية مصطفى والفنان علي الحجار. اوكي. طبعا التذاكر مكتوب فيها السعر 60 جنيه. بيتم فتح الابواب الساعه 5:30 بالظبط زي ما حضرتك شايفه برضو. الفرقه الاولى طبعا الفنانه نادية مصطفى زي ما قلت لك، والفرقه الثانيه الفنان علي الحجار. تمام. كل العرب والمصريين التيكت دوت ب60 جنيه. الاجانب اللي مش عرب 450 جنيه. ماشي. بدأنا ندخل المكان. طبعا في المكان دوت هرجعكم 700 سنه لورا. طول ما انت ماشيه هتحس ان انت لا في مكان قديم. قلعه صلاح الدين الايوبي، بوابه مصر التاريخيه. تمام. طبعا هي فوق جبل المقطم في القاهره. ارشيف تاريخ مصر العسكري والاسلامي فعلا والله يا جماعه. كانت مصدر هجمات الصليبيه، وكانت مقر مؤامرات، وشاهد على مذبحه المماليك. الناس اللي بتقرا في كتب ولادها في الدراسات هتفتكر كلامي ده. البناء فخم جدا، وطبعا هو افخم القلاع الحربيه على مستوى العالم. فعلا وكبير جدا. المساحه ما كنتش متخيلها كبيره قوي كده. المتحف اللي قدامي دوت المتحف. ما في متاحف كتير في المكان على فكره. متحف الشرطه القومي اللي جبت لكم صورته من شويه. دي كميه او عدد كبير جدا من المدافع. في كمان تماثيل حلوه قوي في المكان دوت. في تمثال الزعيم عبد الناصر وزعيم السادات. هتلاقوا تماثيل كتير. طبعا التمثال اللي قدامي دوت على طول تمثال ابراهيم باشا. ابراهيم باشا ابن محمد علي باشا طبعا. في تفاصيل كتير جدا، بس هو علشان انا داخله الحفله مش هقدر يعني اخلي الفيديو للحاجات الحلوه قوي اللي انا شفتها هناك. لا، دي هيبقى ان شاء الله ليها يوم تاني وزياره تانية وهصورها لكم برضو. المتاحف بسم الله ما شاء الله بتحاكي العصر الايوبي وحقب كتير جدا. الفتح الاسلامي. في فراعنه برضو. في صور تصوير كتير جدا، صور لرايا وسكينه. عارفين متاحف بالفعل مليانه حاجات كتير قوي في المكان ده. خدوا ولادكم وروحوا. هيبقى يوم تحفه للكبار وللصغيرين. بس احنا في شهر 8 ما تنسوش طبعا كميه ميه كبيره. تلج كمان عشان الجو رطب قوي وحر. في عندي كمان دي كلها مجسمات او حاجات فعليه والله كانت فعلا دخلت حروب يعني. بس دي المتبقي منها مجسمات متبقيه منها لطيارات حربيه. هوريكي دلوقتي. ده متحف كبير جدا المتحف اللي قدامي دوت. بس الحقيقه متحف الحربي القومي. طبعا هم مطلعين شويه حاجات بره منه مش هندخله دلوقتي زي ما بقول لحضرتك. علشان داخلين ان شاء الله الحفله. التمثال التحفه دوت تمثال بيحاكي الزراعه والصناعه والجمال والسلام. في حمامه حلوه جدا كان مجسم لست شايلاها وماسكاها بايديها. ندخل بقى في تفاصيل المهرجان. مهرجان القلعه الدولي. ياسين التهامي. في علي الحجار طبعا. مدحت صالح. هاني شاكر، ايهاب توفيق. في بصراحه باقه حلوه جدا من المطربين. وبرضو مصطفى حجاج.
هتلاقوا طبعا اخر حفلة يوم 28 اغسطس هتكون لعمر خيرت دي، الخاتمة يعني. حبيت بس اوريكم الجدول بتاعهم، تقدري توقفي التصوير وتكبري الصورة شوية. ده المسرح بتاع القلعة. المكان تحفة جدا، روعة، بس هو علشان مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء 32، بس هو علشان هنا في شهر 8 والرطوبة عالية شوية وحر، المفروض بنكون في المكان. احجز الساعة 4، شباك التذاكر بيكون اقدر اخد منه التذكرة بتاعتي الساعة 4. ممكن حد يحجز لك وتيجوا متأخر شوية، بس للأسف التذكرة ما بيكونش فيها مكتوب رقم المقعد بتاعك او المكان اللي هتقعدي فيه. فالحضور بيكون او المكان اللي هتقعدي فيه بأسبقية الحضور. الجلوس يعني الجلوس بأسبقية الحضور، ما بيكونش متحدد مكان ليكي. فكل ما هتتأخري كل ما للأسف هتقعدي بعيد شوية عن الستيج او عن خشبة المسرح يعني. تمام. بس يا جماعة حبيت بس اوريكم كل الاستعدادات. كان في بتصور قناة الحياة، الحياة الحمراء، كانت بتجيب تصوير من المكان. الترابيزة ديت عالية جدا وفيها الكاميرامان طبعا، وفيها اجهزة كبيرة جدا التصوير، يعني كاميرات فخمة وكبيرة. المكان شغالين عليه حلو قوي. المكان ده تابع لوزارة الثقافة طبعا عشان البيلدينج او المكان المبنى نفسه، وكمان التنظيم دوت تبع دار الأوبرا المصرية يعني. هيئة الآثار ووزارة الآثار ووزارة الثقافة، ده اتحاد مباشر للوزارتين، طلع المنتج الرائع ده. استعدادات جامدة جدا وفريق عمل متكامل، خاص بالإضاءة خاص بالصوت. حبيت بس أوثق تصوير لمكان آلات الإيقاع، بيكون على يمين المسرح، والشمال بيكون الآلات الوترية، آلات النفخ بتكون في النص، القانون بيكون في النص. طبعا الآلات الوترية اللي هي العود والكمانجا والفلوت، الإيقاع طبعا الطبلة والترومبت والكلام ده كله. ده بداية التنظيم الحفلة، وخليكم معايا.
سموا صلوا قولوا بهداوة وشوا العتبة بفقر جاوة مع إني ملكش بعير وقطيفة مع إني ملكش بعير وقطيفة مع إني ملكش بعير وقطيفة لكن سحرير ولكني بالعيش أمير والرزق على الله ويدينا يقولي في عيونها طيوا يلالي ومغنوا لها رفقوا الغالي وانا يابا الغندورة يا حبابة وانا يابا الغندورة يا حبابة وانا يابا الغندورة يا حبابة احمد الصورة خوالي سنفذ على الكورة واحنا صلي العيالي